السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده جايبه لكم تورتايه حلوه جدا وجميله ومقادير يعني مقادير سهله جدا وهتعمليها بسرعه. تزيين حلو قوي ورقيق وبسيط. لو حابه بقى تهدي حماتك، تهدي ماما، تعملي تورته لولادك في عيد ميلادهم، او تهدي واحده صاحبتك، هتعملي تورتايه مش هتكلفك زي، طبعا احنا عارفين الخامات كلها بقت غاليه جدا، بس مش هتتكلف زي ما هنشتريها من بره. وكمان كفايه السعاده اللي الواحد بيحس بيها لما بيطلع من تحت ايده حاجه حلوه وتحفه بالطريقه دي. هنقول بقى بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهقول لكم بقى المقادير. ما رضيتش طبعا اعمل معاكم السبونج، قلت اقول لكم المقادير عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا هنا عملت نص كيلو من السبونج، وست بيضات، ومعلقه من المحسن الجل، ومعلقه خل وفانيليا وبس، ونص كوبايه من الميه الساقعه في العجان. ضربت كل دول. طبعا لازم يكون عندنا عجان عشان يدينا القوام ده، لكن لو ما فيش عجان وبالمضرب الكهرباء العادي مش بيديكي الكميه اللي يعني السبونج ما بيزيدش معايا زي بيبقاش عالي زي ما بنضربه في العجان. كل ما يكون قوه الحاجه اللي بنضرب فيها اعلى، الفولت بتاعها اعلى، بتديني نتيجه افضل. انا هنا طبعا عملتها في العجان، وعملت بقى نص كيلو سبونج في مقاس 24. دي مقاس 24، وجبت بقى المنشار بتاعي على مقاس 8، اداني السمك ده. طبعا انت بتتحكمي في درجه المنشار على حسب، لو انت عايزه تبقى القطع الديسك بتاع التورتايه ارفع من كده، فبتقللي بتعملي الدرجات بتاعه المنشار. ممكن تكون 9، انا عملتها على 8. اداني الثلاث ديسكات دول، كل ديسك منهم عالي جدا. انا هنا عملت الحشوه بتاعتي مش كريمه، حاولت ان انا كده اديها طعم حلو. عملتها كان عندي موز فراوله، كل كوبايه موز فراوله كوبايه حليب او كوبايه لبن زي ما بتسموه، بس كده، ونضرب في العجان او بالمضرب الكهرباء، وحشيت بيه التورتايه. انا هنا خليت وش التورتايه خليته القاعده من تحت، وخليت اللي تحت حطيتها فوق عشان تبقى متساويه من فوق. وبدات اقشر القاعدة من فوق كده، حاجة بسيطة جدا. وبعد كده جبت الكريمة بتاعتي في كيس من التلاجة أو كيس حلواني، وبدأت أجلس أول تجليسة، أول طبقة للتورتاية بتاعتي، عشان ألم بيها الفتافيت بتاعت الكيك عشان ما يطلعش فيه على سطح التورتاية. وطبعا الجو حر، فلازم طبعا ان احنا ندخلها اول ما نعملها، نجلسها كده اول تجليسه، ندخلها التلاجة او الفريزر يكون افضل. انا ما عنديش مكان في الفريزر، فهحطها في التلاجة عشان تتماسك شويه، لاني شايفه ان الكريمه بتاعتي بتسيل، يعني مش متماسكه معايا. هحطها في التلاجة وبعد كده اديها طبقة من الكريمة. اتمنى لو لسه مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي، طبعا اتمنى طبعا تكملوا الفيديو للاخر عشان تستفادوا باي معلومة من الفيديو. انا بحب اوصل لكم اي معلومة لاي ست بيت عايزة تعمل مشروع من البيت، او تفرح ولادها او حبايبها بتورتايه حلوة او حلويات جميلة من ايديها، بدل التكلفة والغلاء اللي احنا فيه. انا طبعا طلعتها من التلاجة، وبدات ان انا اديها طبقه تانية من الكريمه. طبعا بنشيل الكريمه برضو في التلاجة لغايه ما نطلع التورتايه، نشتغل فيها ونديها ضربه كده بالعجان بالمضرب او بالمضرب اليدوي علشان ما تبقاش مخرزه معايا. وابتدي بقى الطبقه حلوه كده محترمه، وابتدي بقى اجلسها بالسكرابر لغايه ما احصل على قوام ملمسه ناعم شويه. طبعا انا هنا ما كانش عندي اي فكره للتزيين. ببقى محتاره الحاجه اللي بتحيرني في التورتايه ان انا مبقاش عندي اي افكار للتزيين، فبتيجي معايا كده وانا واقفه. قلت بقى اخد شويه من الكريمه واديت لها لون من اللون الاحمر، واخدت اللون البينك دوت واديت لها، حزمتها كده من تحت، وبدات ان انا عملتها زي تمويجه كده ابيض والبينك بظهر المعلقه، بس الفيديو المقطع ده اتحذف. وخدت هنا بالبلبله او التيب زي ما بتسموه بتاع بلح الشام، وبدات اعمل زي الضفاير كده على التورتايه من فوق.
بس كده، والتورتايه بقت معايا بالشكل ده. ولازم طبعا امسح القاعده بتاعتي عشان تبقى شكلها حلو ولطيف كده. لو انت هتخرجيها بره العميل او هتوديها لحد لازم تبقى شكلها حلو جدا. قلت من تحت اجيب كده شويه من الكريمه البيضه وشويه من الكريمه البينك في قرطاس كده، كيس من الحلواني، وقطعته كده بالمقص حاجه صغيره، وبدات اعمل زي تنقيط كده حوالين التورتايه يديني شكل حلو جدا. طبعا التزيين ده بيبقى في دماغك وانت بتشتغلي، هتلاقي في افكار جت في دماغك. انا ما كنتش طبعا محضره اي تزيين في دماغي ولا حاجه. اتمنى طبعا اللي لسه داخل قناتي جديد، انا اسمي سولا ودي قناتي اسمها سولا صلاحي. اتمنى تاخدوا جوله فيها وان شاء الله تعجبكم. ولو حابين اي حاجه ننفذها مع بعض اكتبوا لي في الكومنتات واحنا نعملها مع بعض. ويا رب اكون قدرت اوصل لكم ولو معلومه بسيطه تستفادوا بيها. ودعوه حلوه منكم ولايك كده منكم حلو للفيديو عشان الفيديو يرتفع. بدأت ان انا طبعا احط كده، كان عندي حبات من اللولي الفضي، حبيت ان انا احطها على التورتايه كده بشكل عشوائي مش مرتب ولا حاجه. هيديني برده شكل حلو، هيفرق عن الشكل اللي لو كنت انا سايباها كده ساده. او لو عندك بقى اي فراشات ممكن تحطيها، اي توبرات ممكن تحطيها، هتبقى برده شكلها حلو قوي على حسب الموجود عندك. او لو انت مفكره في تزيين معين طبعا دي بتختلف. وهنا طبعا عشان انا كنت عاملاها حشيها بالموس الفراوله وزينتها كده من فوق كده باللون اللي هو البينك ده فوق. طبعا انسب حاجه ان انا احط لها من فوق كده جيليو الفراوله. وكده بس بدأ كده خلصت تزيين التورتايه معايا، بقت بالشكل ده بسيط جدا. وبصراحه الشكل النهائي كان فرحانه بيه جدا وعجبني. طبعا اتمنى اكونش ضيفه تقيل، وحاولت ان انا اقصر الفيديو على قد ما اقدر. جريته، مش عارفه اقول لكم الفيديو كان مدته قد ايه، جريته على قد ما اقدر عشان ما اخليكوش تملوا وانتوا تتفرجوا على الفيديو. اتمنى لكم طبعا مشاهده ممتعه، ويا رب ما اكونش ضيفه تقيله عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في دعوه حلوه منكم ولايك جميل منكم زيكم، عشان انا مش هكبر الا بيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.